اخترنا النهاردة فيلم رعب كوري حقق إيرادات خارجية أكتر من 90 مليون دولار. ده غير إنه من أكتر الأفلام مشاهدة أونلاين في 2024. هو فيلم إكزوما، الفيلم اللي بتدور أحداثه حوالين هيرين وهيون اللي بيشتغلوا في طب الأرواح، واللي بيسافروا من كوريا لأمريكا عشان ينقذوا طفل صغير لسه مولود لعيلة كورية غنية عايشة في أمريكا. وفعلا أول لما بيوصلوا المستشفى ويشوفوا الطفل بيلاحظوا أصوات غريبة جدا حواليه، وبعد كده بيكتشف ان الطفل ده فعلا بيعاني من روح، والروح دي كمان روح جدهم الكبير. وبعد ما راحت زارت بيتهم واتكلمت مع باباه، اكتشفت ان روح جدهم دي عايزه تاخد اي حفيد في العيله، لانه قبل كده كان ليه اخين اتولدوا وماتوا غير اخ كبير ومات لوحده، وان الحل الوحيد للموضوع ده ان هم لازم يحرقوا جثه جدهم دي. وده خلاهم يرجعوا تاني كوريا عشان هناك يقابلوا جين والمساعد بتاعه عشان بقى يساعدوهم في موضوع الجثه دي. بس يا ترى الحل بتاعهم ده هينفع ولا هيولع الدنيا؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم. 한기가 엄청나네. 아, 이게 무슨 말이야? 아니, 열렸다니. 이들 다 죽어. 뭐가 나왔다고 거기서. 겁나 험한 게. بفيلم سبيك نو ايفل، وده فيلم رعب نفسي وإثارة، وهو النسخة الأمريكية من فيلم دنماركي بنفس الاسم برضه، كان نزل في 2022 وعمل ضجة جامدة جدا. وبتدور أحداث الفيلم بقى عن عيلة واحد اسمه دالتون، عيلة أمريكية. ممكن العيلة دي مكونة من أب وأم وبنتهم الصغيرة. بنتهم دي بتعاني من مرض كده، ودي عيلة متوسطة قررت إنها تقضي الأجازة بتاعتها في إيطاليا في منتجع سياحي كده للطبقة المتوسطة. وهناك عيلة دالتون بقى بتقابل عيلة إنجليزية وهي عيلة بادي. بادي ده العيلة دي مكونة منه هو ومراته وابنهم الصغير. ابنهم ده عنده عيب خلقي بيخليه مش بيقدر يتكلم. العيلتين كانوا منسجمين جدا مع بعض طول فترة الرحلة، وده اللي خلى عيلة بادي يعزموا عيلة دالتون عشان يزوروهم في قريتهم البعيدة في انجلترا. وفي الغالب الزيارات دي دايما بتكون زي عزومة المراكبية كده اللي عمرها ما بتتحقق. لكن عيلة بقى دالتون كانت الفترة دي بتمر بظروف صعبة جدا، فعشان كده قرروا انهم يلبوا الدعوة دي، بحيث ان كأن الاجازة لسه مطولة عشان يروحوا بقى عند بادي ومراته، وتبتدي بقى الدنيا تضلم على الاخر. يا ترى بقى ايه اللي حصل؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم. Completely normal. We've been pretending it's normal since we got here. Dad? Remember that time you guys came to stay? You flipped out and tried to leave without saying goodbye? في المركز الثالث بنرشح واحد من احدث افلام الخيال العلمي، هو فيلم ألين رومولوس، الفيلم اللي بتدور احداثه في سنة 2142 في الفضاء. وهناك بقى بنتعرف على واحدة اسمها ريني كاردين، البنت اللي بتشتغل في منجم على كوكب ضلمة. الكوكب ده ما بيشوفش النور خالص، واللي كانت فاكرة انها اول لما تخلص عقدها في المنجم هتسيب المكان ده وتروح مكان تاني، لكنها اكتشفت ان ليها عقد جديد واتفعل واتكتب عليها خلاص انها تفضل هناك سنين كتير تاني على نفس المنجم ده. وده اللي خلاها تقرر انها لازم ما تكملش في الحياة دي ولازم تهرب. وفعلا قررت هي وفريقها من اصحابها في الكوكب ان هم يهربوا ويتمردوا على الوضع ده، اللي لو ما اتمردوش عليه هيفضلوا هناك طول حياتهم. وده بقى هيكون ازاي؟ لما اكتشفوا ان في محطة فضائية بتدور فوق الكوكب. هم قالوا بقى ان هم لو احتلوا المحطة دي واستغلوا الكبسولات اللي فيها هيستخدموها، وهيلاقي نفسهم في مجرة تانية، عشان فعلا لما بيبدأوا في تنفيذ خطتهم تتفتح عليهم ابواب من الجحيم. يا ترى بقى ايه اللي حصل؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم.
Are you sure you want to do this? في المركز التاني معانا واحد من أجمل أفلام الرعب اللي نزلت الفترة الأخيرة، وناس كتير صنفت الفيلم ده إنه من أحسن الأفلام اللي شافوها من فترة كبيرة. هو فيلم ليت نايت ويز ديفل، الفيلم اللي بتدور أحداثه في ليلة عيد الهالوين سنة 1977، وإحنا بنتفرج بقى على برنامج مذاع على الهوا، وهو برنامج اسمه نايت أولز. وده كان واحد من أشهر البرامج التلفزيونية اللي كانت الناس بتستناها. بيقدمه واحد اسمه جاك دولوري. البرنامج ده وجاك اتأثروا جدا بموت مادلين مرات جاك اللي ماتت بالسرطان، وده تسبب ان جاك يوقف عرض البرنامج، وده خلاه يبعد عن الشهرة، وده كمان أثر جدا على مشاهدات البرنامج، وده اللي خلى جاك يقرر ان هو يعمل حلقة استثنائية يوم عيد الهالوين سنة 1977 لما هيستضيف ضيوف غراب جدا وهيعملوا حاجات أغرب جدا جدا. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل في الحلقة دي؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الممتع جدا ده. Good to see you again, Jack. Lily, return to me. This isn't about ratings anymore. No one's going anywhere. How could you let it happen, Jack? How could you let it happen? Please be warned, anyone with young children in the room. What you're about to see You okay, Jack? is profoundly disturbing and shocking. You get out there, Mr. Midnight, and you knock him dead. اخترنا واحد من أجمل أفلام الرعب اللي اتعملت السنة دي، وهو فيلم سمايل 2، الفيلم اللي نزل الجزء الأول منه سنة 2022 وتصدر وقتها شباك التذاكر عشان يجي الجزء التاني اللي ملوش أي علاقة بأحداث الجزء الأول عشان برضه يتصدر شباك التذاكر. بتدور أحداث الفيلم ده عن واحدة اسمها سكاي رايلي، ودي مغنية بوب عالمية اللي فضلت فترة كبيرة جدا بعيد جدا عن الساحة الفنية عشان كانت بتتعالج من الإدمان، ولما خلاص بقى قربت تخف بتشجعها أمها والقريبين منها إنها بقى ترجع تاني لعالم الشهرة. عن طريق إيه بقى؟ عن طريق إنها تعمل جولة حفلات حوالين العالم وترجع تاني بقى ترجع علاقتها مع صناع الترفيه والمحتوى عشان ترجع أقوى من الأول كمان. وده اللي خلاها توافق على الفكرة دي، وهي بقى بتحضر للجولة بتاعتها دي بيحصل لها حاجات غريبة جدا جدا، مش عارفة دي بتحصل إزاي وبسبب إيه. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل لها وإيه الحكاية؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الرهيب ده. We have to end it! No matter what! You're not in control! I am! لو عجبتك ترشيحات النهاردة اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.